أسطورة الرقص الشرقي وراقصة الملوك، الفنانة والرقاصة سهير زكي، أول رقاصة تقوم بأداء بعض الاستعراضات الراقصة على أغاني كوكب الشرق وأم كلثوم. اسمها الحقيقي سهير زكي عبد الله، من مواليد 4 يناير سنة 1945، وشاركت في أكتر من 50 فيلم كرقاصة وممثلة، واعتزلت الفن في 1983 بعد مشوار فني يمتد لحوالي 19 سنة. اتعرفت براقصة الملوك علشان كانت بتحيي حفلات زفاف جميع أبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ورقصت قدام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. ومن القصص المثيرة في حياة الرقاصة سهير زكي إنها حكت لصحفي في مجلة الكواكب إنها حرقت جميع بدل الرقص بتاعتها لسبب غريب جدا، وقالت إن الحكاية بدأت لما سألت جوزها المصور محمد عمارة عن مدى إعجابه ببدل الرقص بتاعتها وإنها بتظهر مناطق من جسمها، فرد عليها جوزها وقال لها إن الأمر ده حرية شخصية ليها وملوش دخل في الأمر ده. وساعتها اتأكدت إن جوزها ما كانش مقتنع ببدل الرقص بتاعتها، فقررت تغيير نظام وتصميم بدل الرقص الخاصة بيها، وتكون البدلة ستر لجميع مناطق جسمها. وبالفعل راحت للترزي الخاص بيها وبلغته قرارها وطلبت منه التنفيذ، لكن الترزي فضل يماطلها لأنه كان عارف إن عندها بدل رقص كتيرة قوي. راحت هي حرقت كل بدل الرقص بتاعتها علشان تحط الترزي قدام الأمر الواقع، وبالفعل عملت كده، والترزي عمل لها بدل بالتصميم اللي هي كانت عاوزاه. والراقصة سهير زكي حققت شهرة واسعة في عالم الرقص بفضل ذكائها، وكانت أول واحدة ترقص على أنغام أم كلثوم واختارت أغنية أنت عمري. لكن لما وصل الأمر لأم كلثوم غضبت جدا واتصلت بالموسيقار بليغ حمدي علشان يتعامل مع الموضوع ده، وبالفعل راح لها بليغ حمدي علشان يشوف سهير زكي وهي بترقص. لكن لما شافها طلب من أم كلثوم إنها تيجي هي كمان وتشوفها. وبعد كده جت أم كلثوم، ولما شافتها بترقص أعجبت بيها وأشادت كمان بأدائها. وعن علاقتها بجوزها المصور محمد عمارة قالت إن أول مرة شافته فيها كانوا بيصوروا مع بعض في فيلم كانت هي بترقص وبتمثل فيه، وبعد كده بدأ يبعت لها في شاي وهي تبعت له شاي وتسأله انت اكلت ولا لأ، وكانت حريصة انها تروح الاستوديو بدري علشان تقابله. وفي نهاية تصوير الفيلم عرفت انه بيحبها وعاوز يتجوزها. وسهير زكي هي الرقاصة الوحيدة اللي اتذاع عليها وصلة رقص كاملة على مدار يوم كامل في برامج التلفزيون بما فيها نشرات الأخبار، وكانت بداية سهير رمز السينمائية في فيلم مطلوب زوجة فورا سنة 1946. وبعد كده اشتغلت في 50 فيلم جمعت فيهم بين الرقص والتمثيل، منها وكر الأشرار وامرأتان وقالوا أنا القطة ولست شيطان وغيرها من الأفلام. وسهير زكي قررت إنها تعتزل الفن والرقص بعد ما قدمت حوالي 50 عمل فني. قررت تعتزل علشان تتفرغ لحياتها الشخصية مع زوجها المصور والمخرج محمد عمارة. لكن على الرغم من إنها اعتزلت، لكن هي بتدرب الفتيات الأجانب على الرقص في مدرسة الرقص الشرقي، وكان آخر أعمالها الفنية فيلم أنا اللي أستاهل سنة 1984، واللي قدم بطولته الفنان وحيد سيف.